تعالي بقى لما اقولك لو فاض منك فلفل الوان زي كده واستخدمتيه وفاض منك دول، عايزه تحافظي عليهم طبعا وما يبصش في التلاجة، لو سيبناه في التلاجة بيبوظ. هنعمل ايه بقى؟ نجيب الفلفل الالوان نقطعه مكعبات صغيره، هنشيل طبعا القطعه اللي هي بتاعت قرن الفلفل، وهنجيب الفلفل الالوان هنقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده. سواء بقى اي فلفل اخضر او اصفر او احمر، اي فلفل عندي هنقطعه مكعبات صغيره، وهنحضر يا اما علب يا اما اكياس. والطريقه دي هي افضل طريقه هتخزني بيها الفلفل الالوان او اي فلفل تاني، عشان تحافظي عليه ما يبصش في الدرج بتاع التلاجة. وهتطلعيه بقى تستخدميه هيبقى فريش زي ما هو. تقدري بقى تستخدميه في جميع الاكلات، وتقدري كمان تجيبي اي انواع فلفل تانية وتخزنيها بالطريقه دي، ومن غير برضو ما يبوظ الفلفل. يعني من غير ما تقطعي الفلفل وتستخدميه، تقدري تجيبي الفلفل وتخزنيه بالطريقه دي. انا برضو بسهل على نفسي وبجيبه وبقطعه مكعبات كده وبطلع منه عادي جدا، وبيبقى طعم الاكل مش متغير خالص وبيبقى جميل. لو عجبكم بقى الفيديو